شجرة واحدة من قرية المشير في سوريا، حيث جرت معارك بين الجيش السوري ومجموعات حاولت تجاوز الحدود. خبر موثق من مصدري الموالاة والمعارضة، ولكن لكل منهما رواية مختلفة. أراد حسين أن يكون موضوعيا، فحرص على إعداد تقرير مهني ينقل الروايتين، ولكنه لم يعتقد ولو لحظة أنه سينقل روايته الخاصة، شهادته في شهادة زميله. في البدء كان الحدث اشتباكات قرب بلدة المشير في السوري، وكان الواجب تغطية صحفية لتبعات ما بعد الاشتباكات. علي يلبي نداء زميله عبد، ويبدأ العمل في المنطقة المفترض أنها خطرة. يطلب حسين من الأطفال من سكان المنطقة الهدوء حتى لا يثيروا حفيظة الهجانة السورية. هو حتما سلوك لا يشي بالتهور أبدا. ينهي فريق عمل الجديد تصويره في المنطقة الخطرة التي شهدت اشتباكات في ليلة سابقة، ويقرر القيام بجولة على المناطق الأقل خطرا بأشواط. من هنا سنترك حسين يشرح لنا عبر موقع جوجل إيرث ما جرى. هذه نقطة الأمن العام اللبناني السوري المشترك، هون اللبناني وهون السوري، هذا الأصفر هو الحدود. نحن جينا من هيدا الطريق، فتنا على طريق وعرة وصلنا لهون، والسيارة كانت هون، كنا موقفينها، صورنا هذا الجانب وهذا الجانب، وهون سلمنا على الهجانة السورية، سلمنا عليهم وردوا علينا بالتحية. بعد شوي اجانا عيط وصريخ من هون تقريبا من مدنيين، حتى ما بيحملوا سلاح، يعني صاروا يصرخوا علينا، بس هن عم بيصرخوا علينا رجعوا، وناس عم تصرخ علينا ما تهربوا ما تفلوا. صار يطلع رصاص. زملائي الاثنين المصورين والدليل كانوا بقلب السيارة هون مطرح هيدا الكف اللي أنا حاطه، ركضوا على السيارة طلعوا فيها ليهربوا من الرصاص. أنا كنت واقف وراهم، صرت اسحف اسحف اسحف، ورصاص عم بيشت عليهم وهن عم يرجعوا للخلف بالسيارة. هن ضلوا يرجعوا وأنا عم شوف المشهد. وقفت شوي لشوف السيارة لوين بدها ترجع، طرقت بعمود هون وكان انصاب طرقت بعمود. يعني البيت كان حامية للسيارة؟ هذا هو السؤال اللي بيطرح. البيت حمى السيارة وطرقت بعمود، لأنه كان الزميل شعبان انصاب فورا، وكانت السيارة ضلت عم ترجع لحالها لأنه محطوط أريير وهي سيارة أوتوماتيك. ما شعرت إلا أنه كل ما نحن نتحرك شوي بالجلد نحن وعم نزحف النيران تقوى. كل ما نثبت نحن النيران تخف. هلا اجت النجدة. من اي ميلة اجت النجدة؟ اجت النجدة من نفس الطريق اللي نحن جيتوا فيها. اوكي. اجت النجدة لهون، اجت سيارة مدنية فيها مخابرات للجيش، نحن هون مخبيين. ما استرجينا كمان نقول لهم انه نحن مين، لانه بركي هول ناس ما بنعرفهم لانه مدنيين. سحبوا جسمان عليه، وبعد ثواني اجت النجدة، اهالي وادي خالد اجوا جابونا بسيارات. طلعنا مرقنا الشهيد قبل بالسيارة. ايه مرقنا الشهيد قبلنا بالسيارة، مشي قبلنا ونحن طلعنا وراء، ونحن ومخابرات الجيش هودي السيارتين وفان مدني قدام طلع فيه عبد، هول الثلاثة عم يتعرضوا كمان لإطلاق نار. لنقابل بين ما قاله حسين وما جاء في كشف المباحث الجنائية على السيارة. سيدنا كنا 177 من هون. 177 مين في 177 تقريبا؟ يعني انا تقريبا بعيد الشارع. دولوا في ازاز في شيء تحرك. هيك انا شوف الفتحه عيني هيك ثانيه. هي صار اجى يمكن هو طابق او شيء. سيدنا يمكن اجى الدفاع المدني. ضب شوي هيك لهون. لا لحي لك وين طلع؟ لا بروجيكتور هلا طلع بالفرش. لحي وين هي؟ لحي مضبوط. ليك وين طلع بالفرش. قطعت من هونيك طلعت بالفرش. ليك فوق في فوق. هذا كله خروج. طلع من فوق. هذا اللي جاي من عندك. هذا الجاي من قدام. خلاصات بديهية لنا أن نستنتجها. الطلقات جميعها جاءت من الجانب السوري. الطلقات الأولى كانت من جهة السائق بهدف وقف السيارة. اصطدام السيارة بحاجز إسمنتي أثناء رجوعها إلى الخلف ووقوفها خلف المنزل هو ما يفسر أن معظم الطلقات جاءت من الجهة المقابلة للسائق
التي أصبحت الجهة الوحيدة المكشوفة لمطلقي النار. هي خلاصات لن تغير حقيقة أن علي الذي كان يتعمد الحضور الباكر إلى العمل على أمل الرحيل الباكر بهدف زيارة بلدته الجنوبية أو لقاء خطيبته باكرا، حضر باكرا إلى العمل ورحل باكرا عن الحياة.